في وقت تصوير صراع في الوادي كانت فاتن حمامة متجوزة من المخرج عز الدين ذو الفقار، لكن جوازهم ما كانش سعيد. أثناء تصوير الفيلم اتفقت فاتن حمامة مع زوجها عز الدين ذو الفقار على الانفصال، وبدأت علاقتها بعمر الشريف تتطور يوم بعد يوم، وحبوا بعض وقرروا تكملة المشوار مع بعض واتفقوا على الجواز. لكن كان في عقبات واجهتهم، أولها إن عمر الشريف اسمه الحقيقي ميشيل شلهوب، وكان مسيحي الديانة، وفاتن حمامة مسلمة. لكن قرر عمر اعتناق الإسلام عشان يتجوز فاتن حمامة، وتم الجواز سنة 1955. وقال عمر الشريف على اعتناقه الإسلام إنه كان مستعد يعمل أي شيء وقتها علشان يتجوز فاتن حمامة، لكن هو أهل وقتها رفضوا هذا القرار إنه يغير ديانته، لدرجة إن أبوه تأثر جدا بالقرار ده وجاله وقتها السكر.